في فيديو النهارده انا جاي اتكلم معاك عن افضل كواليتي مايك ممكن تسمعها في حياتك بالسعر بتاعه اللي هو 4500 جنيه، والمايك اللي انت بتسمعني منه دلوقتي وهو الهولي لاند لارك M2. المايك ده مناسب لكل صناع المحتوى وبصراحه بيقدم قيمه ممتازه مقابل السعر بتاعه. معانا النهارده الفيرجن الكومبو وعايزين نتعرف عليه، نشوف مميزاته وعيوبه في 5 في السريع. وكالعاده معاكم محمد ابو العزيز، قناه ريفيو تك، ويلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو. كتير منكم هيسأل ليه في كومبو فيرجن؟ في كومبو فيرجن لأن في فيرجن للآيفون بس اللي هو اللايتنينج، وفيرجن تايب سي، وفيرجن الكومبو اللي معانا النهارده بيركب على الكاميرا كمان. تعالوا نعمل بقى انبوكسنج مع بعض كده ونشوف ايه اللي بيجي مع المايك ده، لأن بيجي معاه حاجات كتير قوي بصراحة. الورقة اللي مكتوب عليها شكرا إنك اشتريت البرودكت بتاع هولي لاند، وورقه الستيكرز اللي بالنسبه لي مهمه جدا جدا علشان تقدر تكستمايز الميكروفون زي ما انت عايز وتغير شكله او لونه زي ما تحب، تحط مثلا شكل ايموجي او كده. الورقه دي طبعا فيها محتويات البوكس كلها، كل الحاجات اللي جايه مع الميكروفون. عندنا اول حاجه من الحاجات اللي بتقابلنا في البوكس بقى وهو الترانسميتر بتاع اللايتنينج علشان تقدر توصله على اي فيرجن من فيرجنات الايفون القديمه زي مثلا ايفون 13 ايفون 14 وهكذا. وفي طبعا USB-C ثرو علشان لو انت عايز تشحن مثلا الايفون وانت موصل الترانسميتر فيه. بعد كده في نفس الترانسميتر ولكن من نوع تايب سي، بيركب بقى على الايفونات الحديثه والموبايلات الاندرويد. وفي برضو نفس فكره اليو اس بي سي ثرو علشان تشحن موبايلك وانت موصل الترانسميتر فيه. بعد كده بقى نيجي للبوكس الكبير دوت، واللي هو شبه الايربودز بتاعتك عادي خالص وحجمه صغير جدا. ده بيبقى جواه الميكروفونين، لان طبعا الفيرجن اللي معانا ده بيشتغل لتو بيرسونز او لشخصين، ومعاهم كمان الترانسميتر الكبير اللي بيوصل على الكاميرا عن طريق سلك 3.5 مللي. وده منظر الميكروفون كده في الايد يا جماعه، هو صغير جدا قد الجنيه حرفيا، وزنه 9 جرام بس. بيبقى فيه طبعا من تحت ال3 بنز اللي بيلقطوا في البوكس علشان يشحن، من فوق الميكروفون، ومن الجنب فيه الزرار الاصفر ده اللي بتتحكم فيه طبعا في النويز كانسليشن. عندك من قدام LED بتنور ازرق لو هو شغال في الوضع العادي، ولو شغال في وضع النويز كانسليشن بتنور اخضر. وبيلزق في الهدوم بطريقه سمارت جدا بصراحه، وهي فكره الماجنتيك. احسن حاجه ممكن تشوفها في حياتك انك تلزق الميكروفون في التيشيرت بتاعك او في القميص بتاعك عن طريق الماجنتيك. نيجي بقى للترانسميتر الكبير اللي بيركب فوق الكاميرا، وفي يعني دايل كده تلفه يمين وشمال علشان تتحكم في 3 مستويات للصوت. والترانسميتر ده بتوصله بالكاميرا عن طريق مدخل ال 3.5 مللي، بتركب سلك فيه وسلك تاني في الكاميرا. طبعا البوكس من قدام فيه 4 LEDs علشان تشوف طبعا حاله البطاريه، والبوكس دوت الكبير ده بيتشحن عن طريق التايب سي. خليني اقول لك ان احنا لسه ما خلصناش، وفي حفله اكسسوارز جايه مع الميكروفون، واولهم الشنطه القماش الجميله جدا ديت اللي ممكن تقفلها، تحط كل حاجه جواها وتقفلها، عليها اللوجو بتاع هولي لاند من قدام. من ضمن الحاجات بقى اللي جايه مع الميكروفون وهو اليو اس بي تايب سي تو يو اس بي اي، السلك او الكيبل دوت عن طريقه هتقدر تشحن الميكروفون بتاعك لو انت ما عندكش اي شاحن تايب سي. انما لو عندك اي شاحن تايب سي ممكن تشحن بيه عادي وخلاص. عندك سلك 3.5 مللي علشان توصل الترانسميتر على الكاميرا. عندك التو كليبس الصغيرين اللي مكتوب عليهم هولي لاند، دول برضو بيلزقوا في الميكروفون ماجنتيك، ولكن دي مشابك كده ممكن تشبكها مثلا في القميص بتاعك. من الحاجات اللذيذه بقى اللي بتيجي مع الميكروفون هو الديد كات، علشان لو انت بتصور طبعا اوت دور صوت الهواء ما يبقاش مضايق. كمان بيجي معاك سلاسل كده شكلها لذيذ قوي مصنوعه من القماش، دي انت ممكن تلبسها علشان تشبك فيها الميكروفون وتخليه مشبوك من تحت الهدوم وما يبقاش باين. لو انت مثلا بتصور فيلم او كده، هي جواها ماجنتيك وبتشبك في الميكروفون، تخليها من ورا الهدوم عشان ما تبقاش باينه، الميكروفون ما يبقاش باين خالص بقى. طيب دي كانت كل محتويات البوكس. خليني اقول لك رايي في الميكروفون دوت. مبدئيا الميكروفون ده بيقدم بطاريه ممتازه بتقعد حوالي 35 ساعه، وعندك ميزه انك ممكن توصل الميكروفون لو انت مش محتاج انك تستعمله، تدوس دوسه طويله على الزرار الميكروفون هيقفل خالص. النويز كانسليشن بتاعه حلو، ولكن انا افضل انك تعمل نويز كانسليشن عن طريق برنامج خارجي مثلا زي الادوبي بريمير، لان النويز كانسليشن بتاعه هو اصطناعي شويه مش طبيعي زي اللي بيعمله الادوبي بريمير مثلا. فكره الكومبو فيرجن بالنسبه لي بصراحه فكره عبقريه، توصله على اندرويد، توصله على ابل، توصله حتى على الكاميرا بتاعتك، عبقريه جدا. السايز بتاع الميكروفون انتوا هتلاحظوا انا لابسه هنا اهو، السايز بتاعه صغير جدا، مش بيسحب الهدوم لتحت مثلا زي المايكات بتاعه DJI. بالنسبه لكواليتي الصوت، انت اكتر واحد تقدر تحكم على كواليتي الصوت، ولكن يا جماعه كواليتي الصوت بتاعته ممتازه، وكمان المدى بتاعه بعيد قوي. في فيديو في الايفون هتلاقوني كنت مجرب لكم فيه المدى، يبقى خشوا اتفرجوا عليه. وبس كده، دي كانت كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الهولي لاند لارك M2 في 5 في السريع. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.